الأفعى السامة في حلبات المصارعة، أو قاتل الأساطير كما يحلو لمعجبي راندي أورتن تسميته، واحد من أشرس المصارعين الذي عرفتهم حلبات المصارعة على الإطلاق. حظي بانطلاقة قوية للغاية في عمر صغير، مستعيناً بموهبته الخاصة لا باسم والده الأسطورة بوب أورتن، وحقق العديد من الألقاب بعد فترة قصيرة من بدايته. ولد راندي أورتن في مدينة نوكسفيل الأمريكية ونشأ فيها، وهو ابن مصارع شهير يدعى بوب أورتن جونيور المعروف باسم كاوبوي. وجده أيضاً كان مصارعاً محترفاً وهو بوب أورتن الأب، ولهذا نشأ راندي على حب الرياضة. وبالرغم من شغفه بهذه الرياضة إلا أنه واظب على الذهاب إلى المدرسة وإكمال تعليمه، ودرس المرحلة الثانوية في مدرسة هازلود، ومن ثم انضم إلى مشاة البحرية الأمريكية، حيث يعتبر راندي أورتن أحد أبناء WWE الخالصين والمخلصين الذين انطلقوا معها منذ بداياتهم فوق حلبات المصارعة من خلال اتحاد الذي كان يتبنى المواهب حينها. وأهم ما يميز أورتن هو تفرده بأسلوب خاص يخلو من أي تقليد. حافظ أورتن على مستواه الرفيع والممتع منذ عرف حلبات المصارعة، محققاً أهم الألقاب وأغلاها في عالم المصارعة. وبالرغم من التذبذب في شخصيته بين محبوب ومكروه، إلا أنه بقي عنوانا رئيسيا للمتعة بحركاته الخاصة التي لا يشاطرها مع أي مصارع آخر. وتبقى حركته القاضية واحدة من أشهر الضربات في عالم المصارعة. غاب أورتن عن اللعب لعدة أشهر بسبب إصابة في كتفه، ومن ثم عاد مجددا إلى حلبة المصارعة واستمر بنجاحاته، واكتسب شهرة واسعة بسبب حركته الخاصة التي سميت نسبة إلى الأحرف الأولى من اسمه، حركة تم تسميتها كناية بالأحرف الأولى من اسم أورتن. أثناء تنفيذها أورتن يقوم بتطويق عنق خصمه بذراعه، ثم يقوم بالقفز ويضرب رأس خصمه بأرض الحلبة. عمل راندي أورتن في مجال التمثيل، وظهر في عدة أفلام وبرامج تلفزيونية. وفي عام 2013 شارك بفيلم الحركة الأمريكي Rounds 2 Reloaded Duel، ولعب فيه دور البطولة. وراندي أورتن متزوج من سيدة تدعى كيمبرلي كيسلر، ولديه منها طفلة واحدة، ولديه أيضاً فتاة أخرى من زوجته السابقة سامانثا سبينو. يحب راندي قضاء الكثير من الوقت مع عائلته بعيداً عن صخب الإعلام، لذا لا يحب الظهور الإعلامي.